يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. اليوم بدنا نحكي شوي على مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بملعب سانتياغو برنابيو. بالمباراة يلي عزز صدارته ريال مدريد اليوم وتقدم على برشلونة بفارق نقطتين، مع مباراة مؤجلة أو سوف تلعب غدا إن شاء الله بجيرونا وبرشلونة. المباراة كانت اليوم بسانتياغو برنابيو. ريال مدريد قدر يتفوق على ريال سوسيداد بنتيجة عريضة بتذكر جماهير برشلونة بالنتيجة اللي تلقاها امبارح بنصف نهائي كأس الملك ضد الأتلتيكو، لكن بفارق بسيط. الهدف يلي سجله ريال سوسيداد عن طريق ضربة جزاء لأوريازابال. تشكيلة ريال مدريد كان فيها مفاجأتين اليوم. كان في ترينت ألكسندر أرنولد اللي لعب على ظهير اليمين، وغياب مبابي أنا بعتقد أنه غياب فني أكثر ما يكون غياب لإصابة أو لشيء آخر، لا يكون جاهز تماما 100% لموقعة دوري أبطال أوروبا خروج المغلوب مع بنفيكا يلي خسر منه ريال مدريد بالسابق. كورتوا كان لنا بالحراسة كاريراس، هويسن، روديجر، وترينت ألكسندر أرنولد، كامافينجا، تشواميني، جولير، فالفيردي، فينيسيوس، وغارسيا. يلي لفت اليوم بريال مدريد أو النقطة الإيجابية كانت بريال مدريد اليوم هي بالنسبة لرأيي الشخصي، يعني هي غياب بيلينغهام. يعني غياب بيلينغهام أثر بشكل إيجابي عناصر ريال مدريد. شفنا تشواميني وكامافينجا كانوا كتير منسجمين مع بعض. خط ريال مدريد كان عالمي اليوم، كان بطريقة لعب ممتازة، ضغط عالي، استحواذ، استخلاص الكرة بالنصف الملعب لريال مدريد، مع غياب كامل عناصر ريال سوسيداد بنص الملعب. وكان ريال سوسيداد ما بيعرف يلعب غير ضد برشلونة يلي فاز عليه بالمباراة السابقة بالجولات الماضية. ريال مدريد تقدم بدقيقة 6 عن طريق اللاعب يلي عم تعلى اسهمه يوم بعد يوم اللي هو غارسيا بالدقيقة رقم 6 من صناعة ترينت ألكسندر أرنولد، يلي إذا ظل بهذا المستوى، لو أنه هي لعب دقائق قليلة وكما سمعنا بإشاعات ببداية بعد ما انتقل على ريال مدريد وقدوم أربيلوا، أنه أربيلوا قال له ترينت ألكسندر أرنولد أنه يدور له على نادي، لكن هي كلها كانت إشاعات. إذا بالدقيقة 21 ضربة جزاء لريال سوسيداد عن طريق خطأ لهويسن. الهويسن اللي لازم شوي شوي يتعلم كيف يتعامل مع المهاجمين بالثلث الأخير لمنطقة جزاء ريال مدريد. هدف أو ركلة جزاء صحيحة بالدقيقة 25، أرامبورو يعرقل فينيسيوس، وكانت صحيحة 100%. ما بدنا نحكي كتير على ضربات جزاء لأنه أغلبهم كانوا صحاح، يعني ما في أي جدل حوالين ركلات الجزاء. بالدقيقة 31 فالفيردي بتسديدة يعني كما عهدنا لفالفيردي، ولو أنه تسديداته كانت بهذا الموسم كتير قليلة، لكن الكل بيعرف انه فالفيردي عنده رجل ما بتهدي يعني. بالدقيقة 48 بانتهاء الشوط الأول ب 3-1 لريال مدريد. ببداية الشوط الثاني كمان فينيسيوس قدر يلعب على أرامبورو ويستغل نقطة الضعف يلي هي تعتبر نقطة قوة لفينيسيوس، بأنه قدر يستخلص ضربتين جزاء. ترجمة فينيسيوس اللي هو كان اليوم مع عريس الليلة. فينيسيوس مع أدائه المتذبذب بريال مدريد، سواء بيغيب مباراتين وبيظهر بمباراة ثالثة. ريال مدريد حصد فوز مهم كتير من خصم قوي وصعب جدا، هو ريال سوسيداد، يلي عم يقاتل على جبهتين، يلي كأس الملك والدوري الإسباني اللي خطف مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية. ريال مدريد بيصعد لنقطة 60 بفارق نقطتين عن برشلونة يلي عنده مباراة بكرة مع جيرونا بملعب جيرونا بكاتالونيا. عناصر ريال مدريد أدت ما عليها اليوم، لعبت بطريقة كتير ممتازة. لعشاق ريال مدريد هذا المستوى كتير كان منيح اليوم، بتمنى أنه يستمر في هذا الأداء للمباراة الجاية اللي راح تكون ضد بنفيكا، مباراة كتير صعبة ضد المدرب السابق جوزيف مورينيو. السبيشال وان اللي تكون المباراة راح يقدر يترجم ما عمله اليوم أربيلوا كخطة وكتكتيك عالي، كضغط ممنهج على بهاي المباراة ضد ريال سوسيداد. ولو أو عفوا ولو أنه ريال بنفيكا أقصى أو تفوق على ريال مدريد بالمباراة السابقة. هل
هذا الشيء اللي شفناه اليوم راح يكون بداية نجاح أربيلو على المستوى البعيد، أو راح يصعد بريال مدريد ضد بنفيكا ويقصي بنفيكا ليكمل مشواره بدوري الأبطال؟ وهل سيكمل مشواره ريال مدريد بهذه الطريقة بالليغا؟ ننتظر بكرة إن شاء الله مباراة برشلونة لنشوف هل الصدارة ستبقى بمدريد أو راح ترجع لكتالونيا. أراكم إن شاء الله بمباريات قادمة، وبكرة إن شاء الله مباراة برشلونة وجيرونا. سلامات.